شات جي بي تي مش ناوي يجيبها لبره، زي ما خد مكان الديزاينرز دلوقتي خد مكان مطورين البرامج والالعاب. ده موقع كده بيحاكي قوانين الفيزياء، يعني في ستارة قدامك وهنا بيزود الهواء، بيزود اتجاه الهواء فالستارة بتتحرك. موقع بيحاكي قوانين الفيزياء. وهنا موقع ساعة، بص الساعة بتتكون ازاي لما هو بيعمل سكرول في الموقع، بتتكون ترس ترس وعقرب عقرب، كل ده من شات جي بي تي. وهنا برضو صورة اتحولت للعبة 2D، لعبة دبابات، في انه يضرب فيها ويتحرك يمين وشمال، ده من صورة بس. هنا لعبة كاملة بتتلعب من على المتصفح كمان، ان انت تضرب العدو بقى وتطلع وكده. ده معمول يا جماعة كده بشات جي بي تي بس. لعبة بيكومون، تقدر تختار الشخصية، تقدر تحدد انت عايز منها ايه وتقدر تلعب بيها. كل ده في التحديث الجديد بتاع شات جي بي تي 5.5. بيتوجه اكتر للناس بتوع المبرمجين العاب، مطورين الالعاب، مطورين المواقع. يعني غير بقى ان ردوده بقت سريعة، ردوده بقت قوية. لو حتى تحديث الصور بقت اكتر واقعية. ده التحديث الجديد اللي لسه نازل من 3 ايام تقريبا. انا اتش سالم، ودي نشرة اخبار الاي اي الاسبوع اللي فات. وطبعا انا هسيب لك الاخبار المهمة في اخر الفيديو عشان تكمل الفيديو للاخر. انا صريح معاك، لو انت مهتم باخبار الجرافيك والمونتاج والاي اي عموما، فسلسلة الاخبار دي اكيد هتفيدك. انستجرام عمل برنامج اسمه انستا نتس، ده بيخليك ان انت تعمل فيديوهات مباشرة لمدة 24 ساعة، يعني زي نظام الستوري. فمش عارف هو عمله ليه بصراحة. اكس تويتر سابقا دلوقتي عمل اكس شات، ده الهدف منه ان انت لما بتراسل حد بيكون الرسائل مشفره تقريبا كده، ان هو بيرمي على الواتساب، لان الواتساب المحادثات بتاعته بتبقى مسربه للفيسبوك. بمجرد ما بتكتب تقريبا حاجه في الشات، بتروح الفيسبوك تلاقيها. واتساب دلوقتي بيجرب الشات الفقاعيه اللي هي زي الماسنجر اللي بتبقى موجوده في الجنب. تقريبا كل ما تليجرام يعمل حاجه هو بيجري عليها، هو دلوقتي واتساب بيجربها علشان يخليها للعملاء بتوعه. سبوتيفاي اعلن ان هو بيواجه خطر انتشار الموسيقى بالاي اي، ومش عارف هيحطها دلوقتي تحت مسمى ايه. سناب شات اخيرا ظهر في الصورة. سناب شات عمل صفقة ب 400 مليون دولار مع شركة بريبلكسيتي علشان يكون موجود الشات بالاي اي داخل سناب شات، زي فيسبوك، زي واتساب، زي شركة اوبن اي اي اعلنت عن اصدار جديد لشات جي بي تي، شات جي بي تي 5.5. طبعا غير التحديثات اللي فيه ان هو بيرد بقى سريع والاجابات بقت دقيقة جدا. ففي حاجة مهمة جدا فيه، ان هو بقى شاطر جدا في الكودينج، ان هو بيعمل مواقع، بيعمل العاب، وبقاله تقريبا 5 ايام بالظبط، وفي ناس كتير عملت عليه حاجات حلوة جدا، من العاب، من مواقع، من غيره. هيكس فيلد عملت حاجة جديدة دلوقتي وهي الهوكس. تقدر دلوقتي انت تعمل بنفسك الهوك بتاع الفيديو عندك، للاعلانات، للفيديوهات القصيرة بتاعتك. تقدر تختار ما بين 24 هوكس انت تختارهم بنفسك. جيروك عملوا تحديث جديد الاسبوع اللي فات، وصفوه بانه الاقوى والاسرع ما بين التحديثات اللي قبل كده. وطبعا الردود بقت سريعة وأدق، وطبعا بيساعد المطورين برامج والمواقع برضه في شغلهم. كلود مش ساكتة، عمالة تعمل تعاقدات مع الشركات كلها. دلوقتي كلود مع مايكروسوفت بقى فيها رسمي وورد واكسل باوربوينت. وما دام جبنا الاكسل، هنقول ان اكسل وجوجل شيت بقى مضافوا عندهم شات جي بي تي، يساعدك في ترتيب الجداول وترتيب البيانات اللي انت بتعملها. منصة اني جيم دلوقتي دخلت عالم الانيميشن، بقى سهل ترسم الشخصيات والمشاهد والسيناريو والحركة. جيميناي دلوقتي رسميا بقت تعمل ملف بي دي اف او وورد او غيره، يعني المحادثة بتاعتك بينك وبينها لو انت عايز تخرجها ملف وورد بأمر بسيط جدا هتطلع لك الملف. فريبك مش بس غير الاسم، ده غير اللوجو كمان. فريبك أصبح رسميا ماجنافيك. كانت نقلة حلوة منه بصراحة وذكية، لأنه عايز يطلع من نظام الاستوكات بقى، وإن أنا أحمل صور بس وحاجات زي كده، ويدخل في مجال الاي اي زي غيره. وصلنا نهاية الأخبار، كان أسبوع كله مليان تحديثات، الكل بيحاول يسبق، الكل بيحاول يطور، الكل بيحاول يبقى عايز يبقى الأول. ولو عايز السلسلة دي تكمل، لايك وسبسكرايب للقناة. في النهاية مش عارفين ال AI مودينا على فين. سلام.